في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية عمل ربط للبيانات الموجودة بمصادر البيانات الخارجية إلى قاعدة البيانات، ونحتاج إلى عمل ربط للبيانات في حالة وجود تطبيق آخر غير برنامج أكسس يحتاج إلى التعامل مع هذه البيانات في نفس الوقت. كما يمكننا عمل ربط للجداول الموجودة بقواعد البيانات الأخرى، ويكون هذا الأمر مفيدا في حالة استخدامنا لعدة جداول من قواعد بيانات مختلفة بصورة مستمرة. فبدلا من فتح كل قاعدة بيانات للوصول إلى الجدول الذي نريد استخدامه، فيمكننا عمل ربط لهذه الجداول داخل قاعدة بيانات واحدة، وذلك لتوفير الجهد والوقت اللازم للتنقل بين قواعد البيانات. ولعمل ارتباط بجدول من قاعدة بيانات خارجية، نفتح القائمة المسجلة فايل ونختار Link Tables من القائمة الفرعية Get External Data، أو بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن داخل النافذة Database، واختيار Link Tables من القائمة المختصرة، أو نضغط على مفتاح New من الشريط العلوي للنافذة Database، فيظهر المربع الحواري New Table، فنختار Link Table من هذه القائمة، ثم نضغط OK، فيظهر المربع الحواري Link، فنختار الملف الذي يحتوي على الجدول الذي نريد عمل ارتباط به، ثم نضغط على مفتاح Link، فيظهر المربع الحواري Link Tables، فنختار الجدول الذي نريده من هذه القائمة، ثم نضغط على المفتاح OK، فيظهر الجدول الذي قمنا باختياره داخل قائمة الجداول الخاصة بقاعدة البيانات. ونلاحظ أن البرنامج قام بإظهار سهم جانبي على يسار هذا الجدول، دلالة على أن هذا الجدول عبارة عن ارتباط لجدول موجود بمصدر بيانات خارجي. ولاستعراض بيانات هذا الجدول نضغط عليه بمؤشر ضغط مزدوجا، فيتم فتحه باستخدام طريقة العرض Datasheet View.